بما ان الفتره دي بحاول ادور على اكلات تتعمل في حله واحده بسبب الصيف والفرهده، فطبعا ما ينفعش ما نتكلمش عن الاكله دي. جبت حله كبيره شويه وحطيت معلقه من السمنه وشوحت فيها بقى شويه بصل حلوين كده، وانا مش عايزاكم تحرقوا البصله بس عايزاكم تدوها. بعد كده بقى حطيت شويه من الفلفل الحامي، ولو مش حابين ممكن تحطوا فلفل اخضر مع التقليبتين الحلوين بقى وشويه التوابل اللي هكتبها لكم تحت الفيديو. وقلبوا بقى كل ده مع بعضه، وكمان ما تنسوش معلقه من الصلصه وشويه طماطم مبشوره. بعد اصلا لما هتقلبوا الميكس ده الريحه هتبقى جباره. المهم بعدها حطيت الفراخ، ودي فرخه كامله قطعتها على 4 بس هي صغيره شويه. اديتها بقى تشويحه حلوه كده يا جماعه في التتبيله، وعايزاكم تشموا الريحه بجد كانت تحفه. بعد كده بقى ضفت الميه، وما تزودوش في الميه يا جماعه، يعني يا دوبك خلوها تغطي الفراخ، وده عشان احنا عايزين الشوربه تبقى مركزه كده والطعم نفسه ما يروحش في الميه. المهم بعد ساعه الا ربع طلعت الفراخ، وطبعا شايفين الشوربه شكلها عامله ازاي ومركزه ازاي. جبت بقى شويه رز بسمتي كنت غسلاه كويس جدا ونقعاه لمده نص ساعه، وحطيته بقى يا جماعه في الشوربه. وعادي لو حسيتوا ان الشوربه كتيره شويه، وده لانه اصلا الرز البسمتي مش